إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. السلام عليكم، مساء الخير. وهو فعلا مساء الخير لان النهارده ليله 15 رمضان، 14 يوم و14 ليله عدوا والواحد مش مستوعب يعني ايه رمضان جري بالسرعه دي. رمضان اللي كنت مسميه بالنسبه لي رمضان التغيير، اللي دخلنا واحنا بنقول هنصلي تراويح وتهجد وهنقيم الليل مش هننام وهنختم كذا ختمه، ولكن الوقت جري. ولكن السؤال بجد بقى، هو الوقت بيجري فعلا ولا احنا اللي واقفين؟ فعملت كوبايه قهوه وشربت نصها، فعندي كميه مذاكره لان من اول رمضان عمال براكم في المذاكره، ودخلنا على كويز 1 واتزنقنا بقى، فالله المستعان. فنقعد نذاكر شويه ونشوف بقى الحوار ده، نشوف بقى هنعرف نستغل ال 15 يوم الجايين ولا هنعمل ايه في اللي جاي ان شاء الله من رمضان. الله المستعان. قعدت ذاكرت شويه وانا كنت حرفيا رامي كميه حاجات قد كده ورايا، ولكن ان شاء الله يعني نقدر نلم. عارف الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا كنا داخلين رمضان بتوقعات كبيره جدا، هنصلي تراويح وقيام الليل وهنختم وكله تمام، بس شويه شويه بدانا نقع. يعني المسجد في اول كام يوم حرفيا ما كانش فيه مكان، ولكن دلوقتي لو كمل نص المسجد يبقى كويس. الفكره ان انا كنت داخل رمضان برضو بحاول ان انا اهيئ نفسي على قد ما اقدر ليه، انت فاهمني؟ فالوقت ضاع، ولكن الخوف ما كانش من ان الوقت يضيع، الخوف ان انا اخش رمضان واطلع منه زي ما انا. حاجه من الحاجات اللي انا كنت مهيئ نفسي فيها لرمضان شويه، واللي كانت مساعداني حتى الان واللي مخلياني راضي، ولو هقارن رمضان ده برمضانات اللي فاتت، رمضان ده افضلهم حتى الان. ليه؟ كنت بحاول ان انا استعد له. فخليني اسالك سؤال بصراحه، يعني هل انت راضي عن ال 14 يوم اللي عدوا من رمضان، ولا حاسس انك انت كان عندك اكتر ممكن تعمله؟ قول لي بصراحه في الكومنتات. احنا جايين ناخد بايد بعض، مش جايين نحكم على بعض. حاجه من الحاجات اللي مخلياني فعلا حاسس ان رمضان ده غير الرمضانات اللي فاتت هي ان انا كنت ماسح السوشيال ميديا من قبل ما اخش رمضان. يعني الموضوع ده ما تتخيلش هو فرق معايا ازاي. كل منصات السوشيال ميديا مسحتها من عندي قبل ما اخش رمضان. ولكن عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا بنبقى مستنيين زي زقه، مستنيين رمضان يجي والاجواء هي اللي تغيرنا، ونقول ان الشياطين تسلسل وان كل حاجه هتبقى زي الفل. ولكن ده بصراحه رمضان مش زرار، مش هيغيرك، لازم التغيير يجي من نفسك انت. انا قعدت ذاكرت شويه، ولكن برضو عايز الحق ركعتين تهجد، والنهارده الختمه، فان شاء الله يعني ننزل نصلي نرجع نكمل. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. السلام عليكم مرة أخرى. لسه راجع من التهجد ويا دوبك فاضل على الفجر حاجة بسيطة، فنلحق بس نتكلم. رغم إن أنا بسألك أنت السؤال ده، ولكن أنا لو وقفت قصاد نفسي وسألت نفسي كده، هل فعلا كان في ممكن إنك أنت تقدم أكتر؟ هقول لك كان في إن أنا ممكن أقدم أكتر، ولكن لسه قدامنا فرصة إن إحنا نكمل. فرغم كده الأيام اللي فاتت أدائي فيهم مش عاجبني قوي، لأن كان في ممكن إن أنا أقدم أكتر من كده. وده بيفكرنا بالآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالآية دي بتقول لك إن التغيير مش بيجي مرة واحدة ولا من بره، التغيير لازم يكون من جواك انت. ولو وقعت قوم، ما تسيبش نفسك لهواك. ربنا بيقول افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. فما تعبدش هواك وما تعبدش شهواتك وما تسيبش نفسك لنفسك. انا عايزك بس تقف قصاد نفسك وتسالها سؤال واحد: ايه اللي انا غيرته من بدايه رمضان لحد دلوقتي؟ حاجه واحده بس. بص على التفسير بتاع الايه بيقول ايه: انظر ايها الرسول الى من اتبع هواه وجعله بمنزله المعبود له الذي لا يخالفه. فهو ماشي ورا دماغه في كل حاجه في دماغه بتقولها له وهو بيقوله له بيتبعه، فخلاص هو بقى عابد ليه. فقد أضله الله على علم منه. ربنا ضله وهو عارف ان هو أضله. ليه بقى؟ لأن هو وصل لمرحلة ان هو يستحق الإضلال، وختم على قلبه فلا يسمع سماعا ينتفع به. سبحان الله، ربنا ما يجعلناش منه.
يعني الفكره ان احنا بقينا لما بنعمل حاجه مستنيين ان احنا نعملها في احسن صوره او في صوره الكمال، وربنا مش عايز منك الكمال، لان الكمال لله وحده. ربنا بيقول في الحديث القدسي: وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وان اتاني يمشي اتيته هرولا. فانت بس مطالب منك بالخطوات. فربنا مش مستني منك الكمال، ربنا مستني بس انك انت تصدق النيه وتيجي. ومش هتلاقي في وقت انك انت تيجي فيه احسن من رمضان. المهم وسط الاحداث ووسط الحروب اللي عماله تحصل حوالينا والواحد حاسس ان هو خلاص داخل على حرب عالميه ثالثه، ربنا يستر، حاسس ان ده اكتر وقت المفروض ترجع فيه لربنا. رمضان واحداث تحس انك انت داخل على نهايه العالم، يعني استغل الفرصه. ما تبقاش من اللي ربنا قال فيهم: حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. ما تبقاش زي فرعون. انت فاهمني؟ ما تاجلش، ابدا من دلوقتي، ابدا باللي تقدر عليه. وقعت قوم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وربنا بيقول: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمش معنى انك انت وقعت ان دي تبقى النهايه، لسه النهايه انك انت تستسلم. وبمناسبه رمضان ففي حديث يخوف، حديث مرعب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك: رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له. يعني ربنا اصلا في كل ليله من رمضان في عتقاء من النار. فربنا يعني انت ادعي ربنا انك انت تبقى من العتقاء بتوع النار. لو انت خايف من النار، يعني لو انت لسه فيك قلب وخايف من النار انك انت تخش النار، فربنا يجعلنا واياكم وكل اللي بيشوف الفيديو ده من عتقائه من النار يا رب. المهم لسه فاضل وقت، لسه فاضل 5 ايام لحد ما العشر الاواخر يخشوا، اللي فيهم ليله القدر اللي احسن من 1000 شهر. يعني لسه تقدر تلحق وتهيئ نفسك للعشر الاواخر. لو ما هيئتش نفسك لرمضان من الاول، هيئ نفسك من دلوقتي للعشر الاواخر. فخلينا نتفق اتفاق: مش هنسيب رمضان يعدي واحنا واقفين بنتفرج عليه، وهنفضل نحاول وهنكمل لحد اخر يوم ان شاء الله. بنقع وبنقوم وبنكمل. فالمهم انك انت تستعن بالله ولا تعجز. خد قرار من النهارده وابدا، وقول لي في الكومنتات قررت تعمل ايه في النص التاني من رمضان. وافتكر رمضان مش هيغيرك لو التغيير ما جاش منك انت من جوه. والسلام عليكم ورحمه الله.